السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أكلات مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم الفيديو بصحتكم مزيان وعلى خير يا رب. وصفتنا لليوم كيك يومي اللي ضروري كنعملوه. غادي نشارك معكم الطريقة ديالي غير بجوج بيضات فقط، غادي يجي كيك طالع وناجح 100% من اول تجربة. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجو هنا بالنسبه للنكهه، انا عملت هنا قشور ديال الحامض. الا عندك النكهه ديال الحامض ضيفيها. جوج بيضات يكونوا من الحجم الكبير، الا كانوا صغارين من الافضل عملي 3 باش تجي كيكه طالعه. غادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر انا هنا عملت 4 المعالق ممتلئين ديال السكر، جاني هو هذاك في الحلاوه. وغادي نطرب مزيان بالطراب الكهربائي. الا ما عندكش الطراب الكهربائي هنا راني ضفت الفاني. بالنسبه للنكهات عندي الفاني مع الحامض، كتعجبني النكهه ديال الفاني والحامض كيجي رائع. صافي غادي نطرب مزيان داك جوج بيضات. ضروري يكونوا جوج بيضات بحراره المطبخ. انا كنخرجهم بحال بغيت نعملها هيداك مع في العشيه، كنخرجهم من الصباح وكنخليهم الا كانوا عندي في الثلاجه. صافي غادي نطربهم مزيان دوك البيضات حتى يضاعف الحجم ديالهم. وغادي نضيف كاس غير ممتلئ ديال الزيت النباتيه. وغادي نطرب مره اخرى مزيان حتى يتقل الخليط. الا ما عندك شي طراب اليد الكهربائي، اعملي غير الفوي، غير هو الفوي. خدميه مزيان البيض في الاول حتى يضاعف الحجم ديالو. هنا غادي نضيف كاس ممتلئ ديال اللبن، حتى اللبن الكيكه ديالو كتجيك ناجحه 100%. وضفت هنا نصف كاس ديال الماء يكون دافي. حتى هاد الطريقه هذه كتخلي الكيكه تجي لك منفوخه ومفشفشه كما كنقولوا. صافي هنا من بعد ما طربت مزيان دوك السوائل كامله، غادي نضيف 300 غرام ديال الدقيق. بالنسبه لهذا كيهز 150 غرام ديال الدقيق. هنا استعملت انا هاد الخماره فيها 20 غرام. الا كتستعملوا الحمراء عملوا جوج 16 غرام. غير هاد الخماره حتى هما مزيونين. حتى هاد الخماره هذه الكيكه ديالها سبحان الله العظيم كتجي طالعه. ديما كنستعمل هاد الخماره كتجي لي كيكه ناجحه في 100%. حتى الخمارات كيلعبوا دور كبير في الكيكه. غادي نطرب في هذه المرحله، غادي نطرب مزيان ديك الخميره مع السوائل حتى تدخل مزيان. حتى في هذه المرحله ضروري الكيكه غادي تبقاو تحركوها مزيان باش حتى الخميره كتجانس مع دوك السوائل ومع الدقيق. هنا راه مازال العجينه شويه جاريه ديال الكيكه ديالنا. غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق، نكمل 300 غرام ديال الدقيق. ونحرك مزيان. انا راه كنحرك كما لاحظتوا، انا راه جبت الفوي وكنحرك مزيان الخليط ديال الكيكه حتى يولي بهذا الشكل. ما يكون خفيف وما يكون ثقيل بزاف، يكون متوسط بهذا الشكل هذا. بقى تهزيه راه كتحسيه شويه ثقيل في يديك. هذاك هو القوام ديال الكيكه، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، كتحسي به خفيف ثقيل شويه في يديك. هذاك هو القوام ديال الكيكه. صافي هنا انا استعملت هذا المول راه كبير، هذا راه ديال 6 البيضات. هنا نعمل فيه جوج بيضات وكيجي طالع. صافي غادي نرد الفران يسخن، نعملو تيسخن الفران ديال البوطاغاز. غادي نعملو تيسخن وندوز عاد نعمر في المول ديال الكيكه. بالنسبه للتزيين بغيتي تعمليها في الفران عاديه عمليها. انا هنا رشيتها شويه بكاوكاو ايفيلي وشويه ديال الحبيبات ديال الشوكولاط ديال الكوكيز. وغادي ندخلها الفران ونقص عليها البوطه ونخليها طيب على ادنى درجه. ضروري حتى الفران خصكم تعرفوا واش خفيف ولا ثقيل. ديما كنقولها ملي كنعمل الكيكه، انا عندي الفران خفيف ضروري كنعمل المقله ثقيله وكنقص كنخلي بحال الشميعه في الفران. تنخلي داك العافيه ديال الفران ناقصه حتى لادنى درجه، وكنسد عليها ونخليها طيب 45 دقيقه كنحسب لها. ولا لما حسبتي لهاش حتى تبداي تشمي الريحه ديال الكيكه، راه الريحه كتعطي ديال الكيكه كتبداي تشميها. صافي غادي تحلي الفران تلقايها طايبه. صافي هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها. هنا راه مازال سخونه، غنخليها حتى تبرد عاد غادي نحيدها من المول ديالها. كما لاحظتوا كتجي طالعه وكتجي ناجحه 100%. صافي هنا غادي من بعد ما حيدتها بردات شويه غادي نحيدها. والتزيين كيبقى اختياري. انا هنا زينتها غير بشويه ديال الكراميل كان عندي متوفر، الا ما كانش ماشي بالضروره، غير هكا عاديه كتجي رائعه لا في المذاق وناجحه 100%. غير جربوها باللبن كتجي رائعه. اللبن والماء دافي
كتجي كيكه زوينه ومن اول تجربه غادي تصدق معك. بالنسبه للكيكات الفران حتى هو حتى يلعب دور كبير. وبالنسبه للفران ديال البوطاغاز، شحال من واحد ما كتستقلوش في ديال البوطاغاز، غير هو لا عرفتي الفران ديالك راه غادي تبقى تشتق لك من اول تجربه. نتمنى تجربوها ومع السلامه.